عايزين تعملوا تورتاية جميلة كده وسهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص وفي نفس الوقت تفرح أولادكم. تعالوا نشوف عملنا التورتة الجميلة دي ازاي وايه المقادير بالظبط وايه الطريقة. معايا 2 بيضة، ومعايا كوباية من السكر، ومعايا معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، و2 كوباية من الدقيق، ونص كوباية من الزيت، ونص كوباية من اللبن أو الحليب. هنزل بقى بالبيض يكون بدرجة حرارة الغرفة مع معلقة الفانيليا والسكر، واضربهم كويس جدا بالهاند بلندر او بالخلاط لو هستعمل الخلاط. وبعدين هنزل باللبن والزيت بتاعي برضو لو هستعمل الخلاط، واضربهم كويس جدا جدا لحد ما الخليط يتجانس والقوام بتاعه بيتقل ولونه بيفتح. هنزل بقى بالدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح والكاكاو. بنستخدم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ممسوحة. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض لحد ما نوصل لقوام الكيكة المظبوط. هننزل بيها في صينية مقاس 26 تكون بتتفتح، او لو مش موجودة هنستعمل البايركس بحيث يكون الطبقات بتاعته ظاهرة كلها. خلاص كده مقاس 26 هيكون مظبوط جدا، بحيث ان الطبقة تكون مش عالية قوي عشان خاطر لسه هنضيف كمان طبقة للكريم كراميل. هندخلها فرن على درجة حرارة 180 رف وسط لمدة نص ساعة او 35 دقيقة هتكون جاهزة معانا. في الوقت ده هنحضر الكريم كراميل. معايا 2 باكت من الكريم كراميل، معلقتين كبار من النشا، ومعايا ربع كوباية من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعايا بيضة او ممكن نستعمل صفارين بيض، ومعايا معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعايا نص لتر من الحليب او اللبن. هنزل بقى على البارد كله معلقتين كبار من النشا مع السكر مع اللبن البودرة مع ال2 باكت من الكريم كراميل. هقلبه كله على البارد الاول، وبعدين هنزل بالبيضة او صفارين البيض او ممكن نستغنى عنهم لو مش حابين تضيفوهم. وهضرب بقى كل الخليط ده بالهاند بلندر كويس جدا عشان ينعم معايا ما يبقاش فيه اي تكتلات. هرفعها على النار وافضل اقلب باستمرار لحد ما نوصل للقوام المظبوط للكريم كراميل. في الوقت ده هطلع بالكيكة بتاعتي من الفرن، اعمل فيها فتحات كده عشان اقدر اسقيها باللبن عشان تبقى معايا طرية وطعمها جميل. هحط فيها شوية من اللبن كده مدوبة فيه معلقتين من السكر وهسقيها بيه، وكمان هشيل منها طبقة بسيطة جدا من الوش عشان خاطر ان طبقة الكريم كراميل تمسك فيها كويس. خلاص كده الكريم كراميل بتاعي جاهز. انا فضلت اقلب بيه باستمرار لحد ما بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهرفعه من على النار على طول. هنزل بيه على الكيكة، بمجرد ما ارفعه من على النار هنزل بيه على الكيكة، وبعدين هسيبها تبرد تماما وهدخلها التلاجة لحد ما القوام بتاعها يتماسك ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده اقدر افتح الصينية بتاعتي واكمل بقية التزيين بتاعي. هكون محضرة ورقة مكتوب عليها رقم عيد الميلاد واحطها بالشكل ده، ومعايا بقى كاكاو يكون حلو مش الكاكاو الخام، الكاكاو الحلو. هديها رشة بقى كده عشان يدينا طعم حلو وكمان شكل جميل. هشيلها بالراحة عشان خاطر ما تسيبش مكانها اي كاكاو خالص. وبعدين بقى هنزل بالكريم شانتيه، طبعا عارفين بيتعمل ازاي، ومعايا كمان فراولة هقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وهكمل بيها التزيين. بس خلاص الكيكة كده او التورتة كده خلصت. جميلة جدا وسهلة وبسيطة وسريعة، وكمان زي ما بقول لكم هتفرح الاولاد جدا جدا. جربوا بقى الفكرة وان شاء الله تعجب اولادكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتكتبوا لي كومنتات تحت الفيديو. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.